السلام عليكم ويسعد اوقاتكم وين ما تكونوا بكل خير وسلامة. وياكم رشا من مطبخ رشا. نبدأ بذكر الرحمن والصلاة على محمد وآل محمد. فيديو جديد وروتين جديد يا رب ان شاء الله يعجبكم. اليوم الفيديو مالتنا حيكون فيديو متنوع. طبعا بتفاصيل هواية حلوة. اولها هي هنا كانوا يعني جاينا ضيوف على الغداء، فسويت غداء اللي هو تمن شبنت بالمكسرات والحبشكلات الحلوة، وسويت وياها دولمة. طبعا كملتها قبل بيوم، قبل بليلة يعني. وثاني يوم فقط ضفت الصوص وقدمتها، وسويت وياها دجاج السوب. كلش طيب. ويا هذه الحبشكلات الباقية، وسهمكم العافية. هنا طبعا بالليل اجتنا بطبوطة، وصار هواي من صورتها، فتحب يعني من شهر رمضان تحب توقف على الكرسي، ويعني تسوي نفسها انه بدها تغسل مواعين وتشتغل هيك. فصار لي هواي مشاركة وياكم يعني بطبوطة، فقلت اخليها بالفيديو. وهنا طبعا الظهر جابوا لحم وفرمته، فخليته بالمجمدة. قلت يعني ساعة ساعتين وأرجع أقسمه داخل هذا الأكياس، على مود شنو يسهل لي عملية الطبخ. يعني بكل مرة أطبخ إنه إذا أريد أسوي حشوة أو إذا أريد أسوي كباب عروق، يعني هالسوالف. فالصراحة أخذني الوقت، بما أنه إحنا عندنا شوية ظروف بالبيت يعني الأيام. شفتوا طولت بالفيديو يلا نزلت. ف نسيته لحد الساعة تقريبا 12 ونص بالليل. اتذكرته فنزلت قبل لا يجمد. مجرد طلعته نص ساعة وتقريبا بالوحدة بديت أقسمه بهالأكياس، كل واحد على حسب كمية اللي أنا أحتاجها. وبما أنه أنا مخلية ببالي أنه دا أسوي كبة جريش وكباب عروق، فقسمتهم على هذه الشغلات اللي أنا محتاجتها. طبعا لما أقسمها كميات تكون متساوية، بس أنا هنا أكو واحد من الأغلفة يعني أو النايلون خليت فيها قسم كبير تقريبا أكثر من نص كيلو، لأنه أختي عندنا، فقلت أسوي كباب عروق. فمن البداية خليت الكمية يعني أكبر، وخليتها بشكل هيك أفقي. وأبدي أضغط عليهم شوية بإيدي حتى شنو لما أطلعه ما أحتاج إنه وقت طويل بين ما يذوب الثلج وهالسوالف، لا. فهنا مجرد كملته وسويته بهالشكل وخليته بالمجمدة حتى استخدمه لبعض الشغلات. طبعا بعدها قبل هذه يومين، قبل يومين أو 3 أيام رحت الكربلاء لزيارة الحسين عليه السلام وأبو الفضل العباس عليهم السلام. الصراحة صار كلش هواية أنا ما رايحة. وقلت يعني انتظر انه شهر محرم على شهر صفر، انه ما بعد 40 يلا ازور، لانه العام من رحت زرت اغمى علي هناك العام بال40. فقلت بعد ما اعيدها يعني حتى انه يعني مثل ما نقول احافظ على روحي، لانه كلش الجو حار وازدحام كلش قوي. فمباشرة بعد 40 بيوم رحت، اللي هو يعني ليلة 41. فرحت والحمد لله والشكر سهلت الزيارة، والطرق مفتوحة، ويعني ونزلت يم الإمام مثل ما نقول قريبين. لكن انصدمت داخل الإمام كلش ازدحام قوي، ويعني الإيرانيين واللبنانيين كلش هواي. فالحمد لله والشكر من شوفوا هنا تصوير، شفت ازدحام كلش قوي على انه يدخلون للضريح. فقلت لا ما راح ازور، انه اروح من السرداب. فسبحان الله دخلت للسرداب وزرت وكملت الحمد لله والشكر. بين ما طلعت من السرداب بنيم صاحتنا مجموعة قالت تعالوا حفتح لكم الباب دخلوا للإمام، يعني من ضريح مباشرة. فالحمد لله والشكر. قلت سبحان الله أنا هالمرة قلت حصور تصوير دقيق لكم، حتى المغتربين واللي مشتاقة للزيارة هم تقدر مثل ما نقول الزور، حتى لو يعني إنه مجرد فيديو، لكن سبحان الله على نياتكم ترزقون. فهنا زرت وكملت. وبعدها هنا طبعا كان موجود الرادود الحسيني على الكناني، فصارت أجواء كلش حلوة أنا حخليكم تسمعون. وبعدها ننتقل أبو الفضل العباس، كان مسدود الضريح لكن السرداب مفتوح، فهمين دخلنا وزرنا والحمد لله والشكر، ورجعنا الفجر. أنا حخليكم تكملون الفيديو للنهاية. أتمنى إن شاء الله يوم الفيديو عجبكم، أتمنى ما تقصرون معي باللايك، واللي زارني أول مرة تنسون اشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلكم كل فيديوهاتي. وبالأخير أقول لكم مع السلامة.